يا أصحابي لكل الأطفال اللي فاتهم الدروس كانوا عيانين أو حاجة فمش عارفين يحلوا نصوص الاستماع. أول حاجة بيقول لك استمع وارسم دائرة حول كل تصفيق تسمعه. لذلك هي المس المفروض تسقف. أول واحدة هتسقف 3 سقفات، فاحنا هنعمل 3 نقطات. تاني واحدة يا أحبابي نمرة 2 هنسقف سقفتين ونعمل نقطتين. تالت واحدة يا أصحابي هنسقف سقفة واحدة، يبقى هنعمل نقطة واحدة. برافو عليكم. رابع واحدة هنسقف سقفتين، يبقى ادي آخر واحدة. بعد كده بيقول لك استمع ولون الشكل المناسب. السؤال التاني ده بيقول لك يعني ايه؟ هنعمل في مربعين تحت كل صورة، اللي هو مقاطع كتير هنلون المربع الكبير. لو سمعنا مقطع واحد يبقى هنلون المربع الصغير. اول كلمة هي كلمة ام. سمعنا كم مقطع يا اصحابي؟ اكيد سمعنا مقطع واحد، لذلك هنلون المربع الصغير، المستطيل الصغير اللي تحت، مش هنلون الكبير. ركزوا معايا يا اصحاب. تاني واحدة طائرة، هي محلولة اهي قدامكم، طائرة دي كذا مقطع، لذلك هنلون المستطيل الطويل. هنا بقى أسرة برضو كذا مقطع، لذلك هنلون المستطيل الكبير. هنا كلمة جد دي مقطع واحد، لذلك هنلون المستطيل الصغنطوط. هنا بقى يا اصحابي مش هنعمل حاجة ولا هنعمل اي حاجة غير ان احنا نشاور بصوابعنا. يلا اول كلمة كلمة استمع واشر الى باصبعك. اول كلمة كلمة اب، ب، فبنسمع صوتين في كلمة اب. كده بعديها كلمة اسد، د، فبنسمع 3 اصوات في كلمة اسد. نيجي بعديها كلمة ام، بنسمع صوتين في كلمة ام. نيجي بعدها كلمة جمل. استمع وأشر، يعني احنا مش هنعمل حاجة، هنشاور بس. كلمة اب فيها صوتين ب، لذلك موجود دايرتين احنا هندوس عليهم. بعد كده هنا كلمة اسد د، 3 اصوات، لذلك هنعمل د، لذلك تحتيه 3 دوائر. كلمة م، لذلك تحتيها صوتين. كلمة جمل ل، 3 أصوات. كلمة جد د. كلمة لبن ن. عرفت يا أصحابي؟ دي سهلة ومش محتاجة أي حاجة. هنا بقى استمع وارسم دائرة لكل صوت. هو حللك أول واحدة دب فيها نقطتين. طيب كلمة أب ب، محتاجة بس مننا دايرتين ب. طب كلمة أسد محتاجة 3 دوائر د. طب كلمة فم صوتين. كلمة جد صوتين برضو د. طب كلمة جمل كده سهلة جدا يا أصلا. الصفحة دي بقى شرحها بسيط جدا. بيقول لك هنا في صورة ملونة في النص، هنلون الصورة اللي تبدأ بنفس الحرف، اللي بنفس الصوت اللي بتبدأ بيه الصورة الملونة. يعني كلمة، نجرب عشان نفهم. كلمة مركب، في هنا أرنب وموز. طبعا هو موز هو الكلمة اللي بتبدأ بنفس حرف كلمة مركب موز. طب كلمة باب، هل سيارة ولا بقرة؟ برافو عليكم، هنلونها هي. كلمة فراولة، هل أسد أم فراشة؟ فراولة فراشة، برافو عليكم. طب كلمة هنا ثلج، هل هي زي كلمة ثعلب أم كلمة ضفدع؟ طبعا ثعلب، برافو عليك، هنلون الثعلب. طب كلمة نحلة، هل زيها لحم ولا نجمة؟ نجمة، برافو عليكم. الاستماع هنا سهل خالص، استمع ولون. هنشوف انهي واحدة فيهم بتبدأ بحرف الألف وهنلونها. يعني دي كلمة أخطبوط، أنهي واحدة أخطبوط ولا سمكة؟
طبعا هي اللي بتبدأ بحرف الألف طبعا كلمة أخطبوط، فهي كده. وهنلون كمان الكلمة. طيب هنا دب ولا أسد اللي بتبدأ بحرف الألف؟ أكيد كلمة أسد يا أصحابي هي اللي بتبدأ بحرف الألف. طيب هنا كلمة سيارة ولا إشارة؟ سيارة بالسين مش هي المطلوبة، أكيد هي كلمة إشارة اللي تحتيها وصورة الإشارة. في الصفحة دي بقى هنعمل حاجة جديدة علينا ما نعرفهاش قبل كده، ايه اللي بتنتهي بنفس الصوت. يعني كلمة جبل طبعا أكيد كلمة جمل بتنتهي بنفس الصوت لكن مش أرنب، فاحنا هنلون جمل. طيب ايه كمان اللي بعدها؟ هنختار أم، هل زيها فأر ولا فم؟ أم فم، كده نلون فم. طيب هنا كلب، هل كلب زي بقرة ولا قلب؟ أكيد القلب يشبه الكلب. طيب هو نفس النهاية أقصد يعني. هنا دي تفاح، هل سيارة زيها ولا تمساح؟ مين اللي آخر النهاية زي بعضهم؟ أكيد التمساح. طيب هنا كأس، هل نملة هي ولا فأس؟ هنلاقي هي فأس، هنروح ملونين الفأس. النشاط ده بقى حير ناس كتير، لاحظ وتعلم. دلوقتي أنا هنطق الحرف وأنت تلونه، استمع ولون الحرف المناسب. الأولانية، هل يا ترى أنا هقول كلمة إي؟ إي أنهي واحدة فيهم يا أصحابي إي؟ أكيد هي ديت إي اللي بتدينا صوت الحرف إي. طيب نمرة 2 هنقول أو، أنهي واحدة فيهم بتدينا صوت الحرف أو؟ أكيد ديت، برافو عليك. طيب نمرة 3 مي، مي برافو عليك، وأدي المي. طيب نمرة 4 هنعمل ما، ما فين هي ما؟ برافو عليكم. طيب نمرة 5 هنعمل مو، مو برافو. طيب نمرة 6 هنعمل برافو عليكم، كده سهلة جدا، الحاجة ديت سهلة جدا. اللي بعدها بيقول لك ننطق ولون الصورة التي تبدأ بنفس الصوت. هنا موز، هل مركب أم أسد؟ أكيد طبعا موز مركب. طيب هنا أذن، مين اللي بتبدأ بأو؟ أخطبوط ولا لحم؟ أخطبوط، أذن، برافو عليكم. طب هنا بالونات، هل هو بالونات باب ولا نحلة أو فراشة؟ طبعا هي باب،